رحيل امام عاشور هل هو مؤثر فنيا على اداء وشكل نادي طبعا. الزمالك، والطريقه اللي هو مشي بيها والبروباجندا اللي اتعملت والاسلوب اللي اتقدم بيه رحيل امام عاشور، هل شايف ان ده يعني كانت اسباب مقنعه اللي تم اعلانها من خلال رئيس نادي الزمالك؟ لا، انا عندي لعيب عايز يروح يحترف، مش همشيه غير لما اجيب بديله. ان ما كانش احسن منه على الاقل في نفس الكفاءه. هو كان جايب القندوسي، يعني معنى ان هو يخش في القندوسي ان هو عارف كويس قوي ان امام بقاله فتره بيفكر في الرحيل يعني لما خلص الصفقه الثانيه. بل بالعكس، في انديه مثلا في اوروبا او في انديه يقول لك بيجيب الصفقه يقعد معاها 6 شهور بعد كده يمشي اللي عايز يمشي. اغلب الانديه بره مثلا بيعملوا كده. انت عندك مشيت وانت لسه اصلا ما جبتش، فبناء على ايه بتمشيه؟ بعدين انت بتتكلم ان اللعيب عايز يحترف، ماشي. انت نادي الزمالك برضو والنادي الاهلي نادي بيلعب على بطولات، مش نادي اللي هو بيجيب لعيبه يستثمر فيها ويبيع ويجيب. نادي كبير بيلعب في بطولات قاريه كمان. ما انت لو ما عندكش مينيمم 18 19 لعيب كلاس ايه مش هتكسب بطولات. فانت لما انت اصلا العدد اللي عندك دلوقتي كلاس ايه مش كتير، فكمان انت بتقلل منه وما بتجيبش مكانه حد كويس. هل شايف ان رحيل امام عاشور ليه علاقه بالازمه الماديه اللي بيمر بيها نادي الزمالك، ان 100 مليون او 105 مليون جنيه يعني ممكن يحلوا له مشكله كبيره، خصوصا ان هو ياخد الفلوس دي كاش؟ خلي بالك انت بتتكلم 100 مليون دلوقتي ممكن 8 لعيب او 2. فين الازمه اللي هتتحل؟ يعني مش رقم مثلا تقدر تبني بيه تيم.